السلام عليكم. قبل ما نبدأ الحلقة خليني أسألك سؤال. هو أنت عمرك شفت مسلسل يخليك تسأل نفسك إزاي في ناس قادرة تلبس أقنعة طول حياتها؟ مسلسل ورد وشوكولاتة رجع قصة وجعت قلوب ملايين، قصة المذيعة شيماء جمال وجوزها المستشار أيمن حجاج، قصة غدر وخيانة وأسرار عمرها ما اتقالت للناس. في الحلقة ديت هنعرف مين هي شيماء جمال. بيتنفسوا هواء مليان عوادم، بيشربوا مية مجاري أو لا تصلح بمعنى أصح، ياكلوا من الزرع اللي بيتسقي من المجاري. وايه اكتر اسرارها اللي محدش عارفها عنها؟ وليه الجريمه ديت اتكررت؟ وليه لما نسينا الجريمه رجعوا يفكرونا بيها تاني؟ هي فعلا الجرائم قلت في البلد ولا احنا اللي بقينا متعودين؟ وهنتكلم كمان عن رد فعل والدتها بعد عرض المسلسل. ليه انت عملت كده ليه؟ هما اللي جابوها غير لوندا من مية النار كمان؟ واللي عملته بعد سنين وجع. وهرجع لك لليله اللي الدنيا كلها اتقلبت فيها، ليله موتها والغدر اللي محدش يتخيله. بص كده، وقبل ما نتكلم عن النهايه لازم تفهم البدايه. شيماء جمال مذيعه ظهرت في برامج كتير وكانت دايما مثيره للجدل ومن اجرأ المذيعين. ناس كانت شايفاها جريئه وناس كانت شايفاها زياده عن اللزوم، بس هي كانت لها شخصيه واضحه، اللي في قلبي على لساني وما بخافش. لكن بقى هل كانت حياتها كلها كده؟ خليني اقول لك لا. الحقيقه انها كان عندها اسرار كتير، منها ان هي كانت متجوزه رسمي، بس اللي محدش يعرفه ان كان في جواز في السر، والجواز دوت كان من واحد صاحب منصب كبير جدا في البلد، المستشار ايمن حجاج، شخصيه محدش كان يتوقع ان هو يفكر كده اصلا. وهنا يا صديقي العزيز عايزك تعرف ان شيماء جمال كانت حياتها مليانه مشاكل كتير، خلافات وتهديدات ومطالب وترتيبات كتير في الضلمه. هي كانت عايشه وسط اقنعه كتير لحد ما القناع وقع، بس بعد ما فات الاوان. يمكن تسال نفسك ليه الجريمه طلعت تاني بعد مسلسل ورد وشوكولاته؟ ليه لما القضيه اتقفلت رجعوا يفتحوها تاني؟ وهنا هقول لك لان ببساطه الجريمه لما بتكون صدمه عمرها ما بتموت. المسلسل رجع كل اللي الناس حاولت ان هي تنساه، والاهم ان لحد النهارده لسه في اسئله ما حدش جاوب عليها. كل مره الجريمه تتفتح الناس تحاول تفهم ايه اللي يخلي حد يوصل للدرجه دي. وهنا خليني اقول لك ان اللي يخلي حد يوصل للدرجه دي علشان كتر الضغط بيولد انفجار، هو دوت بالظبط اللي اتعرض له المستشار. هي فضلت تضغط عليه، لو مش هيعلن الجواز رسمي هتفضحه، وكان هو طبعا خايف على منصبه ومركزه. بس مش معنى كده ان اللي عمله صح، في وقت الواحد ما بيكونش شايف فيه الصح من الغلط، وده بيبقى وقت الضغط لما تبقى مضغوط زياده عن اللزوم. وهنا احنا هنتكلم عن وجع القلب الحقيقي، ام شيماء اللي عاشت كل لحظات البكا والصراخ والحزن وطلبت كمان حق بنتها. لكن بعد عرض المسلسل طبعا الدنيا ولعت عندها من تاني، وكل لحظه مرت عليها زمان بترجع تعيشها دلوقتي. تخيل كده حد شايل وجع ما بيخفش، وبالذات الوجع دوت لما يكون ام فاقده بنتها. ربنا ما يحط حد ابدا في الموقف من مية النار كمان؟ استنى، في مية نار. لا ده في مية نار، ده في مية نار 3 ازايز مية نار كمان. مية نار على بنتي. وفجأة مسلسل يعيد عليها كل اللي حاولت تنساه. ده مش سهل ومش طبيعي ومش حاجة أي حد يقدر يتحملها. وهنا عايز أسأل حضرتك، لو أنت مكانها رد فعلك هيكون إيه؟ ورد عليا في التعليقات، وربنا ما يكتب على حد كده أبدا. وهنا هنتكلم عن النقطة اللي كل الناس مستنياها، ليلة الجريمة، ليلة ما حدش توقعها نهائيا. شيماء خرجت وكانت فاكرة إن هي رايحة تحل خلاف، لكن الحقيقة إن هي كانت رايحة لمصير مكتوب. جوزها في السر اللي المفروض يحميها هو نفسه اللي رتب وخطط وخلى قلبه يتحول لحجر. وهنا يا صديقي أنا لازم أوصل لك المعلومة صح. الموضوع بدأ لما هي بدأت تهدده، وهو طبعا ما كانش عارف يعمل ايه. قعد مع صديق ليه وهو كان اقرب حد ليه، وبيتكلم معاه انه مش عارف يعمل ايه، عايزاه يعلن جوازها وهو اصلا ليه بيت ومتجوز. انا عارف طبعا ان هي كانت غلطته من الاول، بس هو قعد مع صديقه وبيحكي له، مع العلم ان سلطه مرموقه وصعب ان هو يعلن جواز تاني ليه. هنا بدأ طبعا يتكلم مع صديق ليه وقعد يحكي له عن الازمه اللي هو بيمر بيها. وهنا عايزك تتخيل معايا لما يكون عندك صديق زي الشيطان والعياذ بالله، اقترح عليه انه يموتها ويخلص منها. وهنا طبعا عجبته الفكره وقال له ازاي؟ قال له انت تأجر مزرعه لمده سنه وتقول لها ان انت هتكتبها باسمها علشان تصالحها بيها عربون محبه يعني، وهتقول لها تعالى افرجك عليها، اول ما تيجي المزرعه هنكون احنا مجهزين الحفره، نموتها وندفنها في الحفره وكمان نشوه جسمها علشان نداري اي معالم لو حد لقاها محدش يعرف يتعرف على الجثه. لا ده في مية نار، ده في مية نار 3 ازايز. وخبطها كده، التاني كان كلبش ايديه على القصبة الهوائية بتاعت رقبتها لما قطمها. صديقي يقترح فكره زي الشيطان دوت يوصلنا لايه بيها. وهنا طبعا يا صديقي جوز شيماء المستشار سمع الكلام من صاحبه، قال لك انفذه، وقال لي كمان صاحبه يا ريت تساعدني في الموضوع ده. صاحبه قال له خلاص انا مستعد اساعدك مقابل مبلغ من المال، وقال له اديني جزء قبل العمليه وبعد ما ننفذ العمليه تديني الجزء الثاني. وفعلا نفذوا الجريمه، بس القصه ما خلصتش هنا. خنقوها وكتفوها بالجنزير ورموها في الحفرة وحطوا عليها ازايز ميت. بعد الجريمه صاحب المستشار ابتدى يطلب الفلوس اللي ليه، وهنا ابتدى المستشار يتهرب منه بحجه طبعا انه ما ينفعش يحاول له علشان المراقبات وكده. طبعا صاحبه ما عجبوش الكلام
وزي ما بيقولوا ما شافوهمش هم بيسرقوا، بس شافوهم هم بيتحاسبوا. صاحبه حس ان هو خد مقلب كبير وراح على الحكومه علشان يحكي لهم بكل حاجه، وما كانش يعرف ان رجل هتيجي في الموضوع. لما النيابه حققت لقوه مشترك معاه في الجريمه، وهنا يا صديقي الاتنين اتحبسوا. صاحبه خد 20 سنه والمستشار اتحكم عليه بالاعدام. اللي حصل في القصه ديت كان غدر ما يتوصفش. غدر بيقول لك ان ساعات ممكن الانسان يمشي مع حد وتبقى نهايته على ايديه. وهنا بقى انا عايز اسالك، لو شفت قدامك ان اقرب الناس ليك هو اخطر الناس، ممكن تعمل ايه؟ اسمعني كويس وقول لي ليه القصه ديت ما بتموتش؟ ليه كل ما بنحاول ننسى نرجع نفتكر، وهم بالذات اللي بيرجعوا يفكرونا؟ لان قصه شيماء جمال مش مجرد جريمه، دي رساله كبيره ان السر عمر ما بيحمي، واللي لابس قناع عمره مدته ما بتطول، والغدر دايما بيجي من اقرب حد. وانت دلوقتي وبعد ما سمعت الحكايه من اولها لاخرها، هل كانت بقى ممكن الجريمه ديت تحصل لو مفيش سر، ولا كان الحق هيبان قبل ما توصل للنهايه دي؟ وهل كل واحد مراته بتهدده او تضغط عليه الحل ان هو يقتلها؟ وهل فكره الجواز في السر حتى لو بنحب بعض هي فكره صح؟ عايزك تسيب لي رايك في التعليقات وخليني اعرف اجابتك. وما تنساش في قصص بتعدي وقصص بتعلم، وقصه شيماء العالم كله اتعلم منها. ولو لسه معايا لحد النهايه وما عملتش لايك، اعمل لايك واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ونختم بالصلاه على النبي علشان دي الحاجه اللي هتفيدني وهتفيدك.